لو فارق معاك شكل بيتك وعاوز توصل لأفضل شكل ويكون باختيارك انت، كمل معايا لحد الآخر. هنكمل النهاردة سلسلة فيديوهات شطب بدماغك بستايل الفخامة، وهو من الأساليب الأكثر شيوعا والأكثر تأثيرا على مدار العصور، ويمكن تطبيقه على العديد من الأماكن مثل المنازل والقصور والفنادق والمطاعم وأيضا المكاتب والمراكز التجارية، وهو الطراز الكلاسيكي. سنتحدث في هذا الفيديو عن تاريخ هذا الطراز وكيفية اختيار الأساس والمفروشات والتفاصيل الزخرفية المناسبة لهذا الأسلوب. يعود تاريخ الطراز الكلاسيكي إلى الحقبات الزمنية القديمة، حيث استخدم الفن والهندسة المعمارية في اليونان والحضارة الرومانية والفرعونية والإغريقية. وكان الطراز الكلاسيكي آنذاك يتميز بالتركيز على الخطوط النظيفة والأشكال المتناسقة والتفاصيل الزخرفية، وكان يستخدم في بناء المعابد والمسارح والأماكن العامة. وفي الفترة الرومانية أثرت الفنون والهندسة المعمارية بالطراز الكلاسيكي اليوناني، وأضافت لها تحسينات وتعديلات واستخدمت في بناء المسارح والملاعب والحمامات العامة. الطراز الكلاسيكي هو أسلوب تصميم يعرف بالتقليدية في استخدامه للمواد والعناصر والألوان والخطوط الخاصة به. يتميز هذا الطراز بالأناقة والفخامة واستخدام العناصر الزخرفية والتفاصيل الدقيقة لإضافة لمسة من الجمال الفريد والرفاهية العالية على المساحات الداخلية. وفي الطراز الكلاسيكي تظهر الخطوط الناعمة والأشكال المتناسقة والتفاصيل الزخرفية المتقنة، واستخدام الخامات الفاخرة مثل الخشب الصلب والجلد والقماش الفاخر والرخام والبرونز والقرانيش الجبسية. يتميز الطراز الكلاسيكي بالألوان الفاتحة والهادئة والتي تعكس الأناقة والرفاهية، وتستخدم الألوان الداكنة بشكل محدود للإضافة إلى التفاصيل والزخارف عموما. يمكن استخدام هذه الألوان بشكل منفصل أو مجتمع للحصول على تصميم داخلي جميل ومتناسق. من بين هذه الألوان الشائعة في الطراز الكلاسيكي واللون الأبيض والأسود والرمادي والبيج الكريمي والأخضر والأزرق. يتم استخدام الإضاءة الطبيعية والاصطناعية بشكل متناسق في الطراز الكلاسيكي، ويتم استخدام النجف الثمين والإضاءة المبهرة لإضفاء الضوء والتألق على المساحات الداخلية. وبس كده. قولي في الكومنتات الطراز المحبب إلى قلبك، واسألنا في أي حاجة تخص عالم الديكور والتشطيبات، وإحنا هنجاوبك على طول.